ابني كتب كتابه على اخته وللاسف مش راضي يطلقها. هحكي لكم الحكايه وقولولي انا اعمل ايه او اتصرف ازاي. انا من زمان قوي، من ساعه ما اتجوزت وانا علاقتي مع سلفتي علاقه كويسه جدا. هي بتشتغل، وبصراحه لما جت خلفت وكده مش كانت بتعرف تسيب بنتها فين، فكانت بتسيبها عندي. في الوقت ده انا كنت خلاص يعني بفطم ابني، فكانت بنتها بتفضل تعيط فانا كنت برضعها. لان كانت بتعيط يعني هسكتها ازاي وهي كانت بتاخد لبن صناعي، وبصراحة كانت بتصعب عليا ان هي بتفضل تاخد في لبن صناعي كده وخلاص، فانا كنت برضعها علشان اسكتها. فكانت سلفتي بتيجي من الشغل بتلاقي ما شاء الله بنتها يعني ساكتة ونظيفة وما شاء الله وشها راضت، فكانت بتبقى فرحانة قوي. فكانت بتسيبها معايا على طول يعني. كانت ساعات تجيبها لي بالليل، ساعات تجيبها لي الصبح برضو وهي رايحة الشغل. وانا كنت بحبها قوي اصلا، يعني انا كنت بعتبرها زي بنتي بالظبط. فلحد بقى ما كبرت وخلاص، وانا ما جاش في بالي اصلا ان انا اقول، وجيت انا وجوزي انفصلنا، فخلاص بقى انا رحت عند اهلي. و بنتي انا مش بنت سلفتي، بنتي جت عاشت معايا، وابني راح عاش مع والده. وما جاش في بالي بقى خالص ان انا اقول. وخلاص مش كنت مديه اخوانا اصلا، وخلاص ابني قال لي انا عايز اكتب كتابي على بنت عمي، وانا خلاص حضرت كتب الكتاب ومفيش اي حاجه وعدت. لحد ما في يوم كنت نايمه حلمت ان انا كنت مرضعاها وان ده حرام. ورحت واتكلمت مع ابني وكده، وابني رفض الفكره نهائي ومش رفض يسمعني. وقلت لباباه وايه، وابني بقى عمال يقول ازاي اللي انتي بتقوليه ده، احنا كتبنا الكتاب وايه. قلت طب خلاص انا هجيب شيخ او انتوا جيبوا شيخ يعني اسمعوا منه، لان انا مش مرضعاها يوم ولا اتنين ولا تلاتة، ده انا مرضعاها لحد ما كانت قربت تتفطم خلاص. بس هو كل الحكاية ان انا نسيت خالص ان انا اقول لمامتها. فدي قصة متابعة عندي يا جماعة، وهي عايزة حل قبل ما الموضوع يدخل في الجد. انا بصراحة مش عارفة يعني اقول لها ايه، بس من الحل الوحيد ان هي تجيب شيخ قدام جوزها وابنها وسلفتها والناس دي، وهو يقول لهم حل، وهو يشوف بقى هيقول لهم ايه. والسلام عليكم.